هنا يبيعون السمك المشوي. رنت ساعة الكنيسة كبيرة جدا، كل يصير ديسكو ودق ورقص هنا. جبن غالي جدا وهو مقطن. محلات الذهب والمجوهرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد وفلوق جديد بنفس المدينة اللي صورت بيها أمس، اللي هي مدينة دنبوش. فخلوكم وياي حتى أوريكم باقي المدينة والأماكن الجميلة. تابعوا الفيديو الأخير. هاي مدينة دنبوش. اليوم الأجواء جميلة جدا، شمس ودفو. اليوم فاتحين سوق هنا، أسواق شعبية الهولندية هنا. هذا الخبز. أسواقهم تقريبا تقدر تقولون مثل أسواقنا، يشبهن أسواقنا تقريبا، ولكن البضاعة تختلف، ولكن البساط يعني نفس الشيء. مثل هاي العجوز تبيع ورد. أخذ لكم فرد لقطات حتى تشوفون. الو. وهولندا معروفة ببلد الزهور والورد، يعني معروفة عالميا. ها، كل مكان العالم تصدر ورد. هنا يبيعون السمك المشوي والجاهز، يعني وجبات سريعة. هذا السوق يفتح أيام الأربعاء بهاي المدينة تحديدا. كل مدينة لها أيام يفتح، يوم واحد بالأسبوع يفتح السوق بوسط المدينة، يعني بالسنتر. مدينة دنبوش من المدن الكبيرة هنا بهولندا بالجنوب. فتحديدا أيام الأربعاء يفتح السوق هنا. الناس جالسين هنا، كلها مطاعم. شوفوا البساطة نفس البساطة اللي عندنا، والأسواق الشعبية اللي عندنا تقريبا. هنا يبيعون بس جبن، أي أنواع الأجبان، حتى عندهم الجبن المقطن. تخيلوا هذا الجبن مقطن زين، يعني أعتقد شيء 5 سنوات أو 6 سنوات يخزنونه بمخازن ويبيعون به. فيعني غالي. ها، هذا الجبن غالي جدا وهو مقطن. شوفوا الأجبان هنا، أنواع الأجبان. And this one can be on the bread or on the cup right show, ground crafted or
فيحبون الجبن. شلون يشترون جبن؟ هذا ما ادري شنو، لحم مجفف اعتقد. سوق جميل، ويكون هذا السوق مثل شوفوا يكون ارخص من المحلات التجاريه. لا تلاحظون هذين المحلات التجاريات شويه سعرهن اغلى من هذا، من البساطي. فدائما يكون السوق يعني بوسطة الديرة يكون أرخص. الهولنديين يعني أكلاتهم المفضلة برغم الأول الجبن، يموتون على الجبن يعني بشكل مو طبيعي. ثاني شيء يحبون الشوكولاتة، يموتون على الشيء الحالي. وثالث شيء يحبون البطاطا، هاي البوتيتا اللي احنا ناكلها ويا الاكل ويا الغداء والعشاء. فهم يحبونها هنا، يبيعونها بكل الاسواق والبساطي. فيحبون البوتيتا بعامة بشكل يعني مو طبيعي. ها ب 2016 عشت بهاي المدينة حوالي 6 أشهر بكامب اللاجئين بالمخيم. وياي كانوا هوازيين، كنا نركب السيكلات وني لهاي المدينة نتسوق ونشتري بضاعة. بنفس الوقت كنا نتسلى ونتعرف على الناس. وأنا كنت أحاول أتكلم ويا الناس حتى أتعلم اللغة، لأن بذاك الزمان أول ما دخلت هولندا ما كنت أعرف هولندي ولا إنجليزي. فدرست 8 أشهر بالكامب عن طريق اليوتيوب. درست الإنجليزية، فتعلمت الإنجليزية جدا، قمت أنطقها يعني جيد جدا. فأتذكر كنت بهاي المدينة مثلا ألقى ناس قاعدين بالشارع هولنديين، فكنت أسألهم عمدا، أسألهم وين المحطة، عمدا حتى أتعلم، حتى لساني ما كان واحد يتكلم وياي. فأنجبر أسأل الناس اللي بهاي المدينة. مثل ألقى الناس قاعدين الهولنديين أشوفهم أعرفهم، أجانب يعني غير العرب. فكنت أسألهم where is train station, where is train station. فكانوا يقولوا لي مثلا رايت ليفت، روح منا، تعال هنا، زين. فكنت أحفظ الكلمات مثل يقول لي رايت، فأي أخليها براسي، رايت شنو الرايت؟ اليمين يصير رايت. فهيك تعلمت اللغة أتذكر. هاي وحدة من ذكرياتي بهاي المدينة. درست كنت بالكامب وما عندي شيء فارق، لا أشتغل لا هاي، ومنتظر يعني اللجوء مالي الإغامة. فكنت أي هنا بالسيكل ألهي نفسي وأسأل الناس. ألقى بنت أسألها مثلا وين السوق هنا، من وين، أنا جديد هنا. فكل شيء اللي كنت أتعلمه أسأل الناس به، زين. هم يجاوبوني ويساعدون الصراحة، يعني الشعب لطيف جدا، يساعدون ويجاوبون الواحد. فيقولون مثل يقول روح بفلان شارع هيك. فكنت أحفظ. وبعض ناس مثلا وقت اللي يشوفون واحد غريب، زين، يشوفون واحد غريب يقولوا له مثلا where are you from،
أنت من وين؟ مثل أقول لهم أنا جاي من فلان بلد، وهاي أدخل وياهم بالحوار. وقت اللي أدخل وياهم بالحوار أتجرع، يصير عندي جرعة مثلا، فهيك تعلمت اللغة. هاي الكنيسة أكبر كنيسة بهاي المدينة، جميلة جدا. هاي الكنيسة مال الدنبوش. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghianci addolorata non si dà pace ma هاي المطاعم هذا المطاعم الآن زي الناس كلهم قاعد يشربون، ولكن بالليل كل يصير ديسكو ودق ورقص هنا. عندي أصدقاء هولند، بديت أتكلم رنت ساعة الكنيسة، شوفونها وراي. أعتقد كل ربع ساعة ترن أو نص ساعة، ما أعرف بالضبط، ولكن حسب المدن. كل مدينة مثل المدينة اللي أنا أعيش بيها، يعني أذية الله وكيلك كل ربع ساعة درن أو رنت. ولكن الحلو بالموضوع أنا بعيد على وسط المدينة، بعيد على الكنيسة، ولكن إذا أخلي الشباك مفتوح أسمع الصوت الكنيسة حوالي تبعد علي كيلومتر أو كيلومتر ونص هيك شي. ولكن إذا ترن صوتها مزعج أسمع عنه. شوف والله هنا شنو هاي الكنيسة ومدينة دنبوش، يعني كلها راسمينها. شوفوا هاي الكنيسة تو صورتها إلكم، هاي صورتها إلكم الكبيرة، ها هي. وهاي الخريطة مالت مدينة دنبوش، خريطة جميلة. هاي مدينة دنبوش كلها. Hello. This is Dambos, yeah? Yeah. Yeah. هاي مدينة دنبوش. Dit is een grote kerk, ja? Good job. Ja, ja. جميلة جدا. يعني هاي مدينة دنبوش، ولكن شوفوا هذا نحاس، مو هو شوية واضح، لكن أتمنى وصلتكم الفكرة. بس شوفوا جمال الشوارع هنا والمحلات دربونات. مثل المحلات الذهب والمجوهرات هاي المدينة. هلو. هاي مجهزين. شوف هذا يشتغل بالبلدية، ولكن مجهز، يعني كل شيء هنا على نظام، وكل شيء يعني العامل ما يتعب. شوفوا هاي العربانة تمشي على كهرباء، زين مثل الموتر. فشوف يحمل بيها زبالة، يروح يلم تكرمون أجلكم الله الزبالة مالت الحاويات اللي هنا الصغار، كلهن يجمعهن ويغير الكيس، يغير الكيس ويروح يذبها بالحاوية الكبيرة ويرجع. هاي شغلته، يعني عمله هذا. هنا الشوارع يشبهن بعض، فالواحد يعني يضيع. البنايات نفس البنايات، يعني الحجم نفس الحجم، سبحان الله. فالواحد أي فالواحد يعني يضيع. المطعم هنا أمس أنا جيت صورت هنا ما كان هيك ازدحام، ولكن اليوم الجو حلو
والأجواء جميلة جدا، فالناس خارجة تتسوق وشي قاعدة على المطاعم وجايبة عوايلها، ف يعني تحس بنشاط. والله محتار من وين أدخل. شوفوا يعني الشوارع جميلة جدا ونفس يشبهن بعض، ولكن احنا خلينا نكمل. الآن الأجواء عندنا خريف، يعني لا هي وايد باردة لا هي وايد حارة، لكن بالشتاء تكون كآبة هنا، يعني الناس قليل تخرج، وأكثر يعني أكثر الأيام مطر وبرد، فالآن فرصة الواحد يعني يخرج ويصور، فقلت أصور هذا الفيديو حتى تستمتعون.